في أكتوبر 2015 وعلى حوالي الساعة 1 بالليل موبايل رئيس CIA بيرن، وأول ما رد المكالمة نشفت الدم في عروقه. يا تدفع 5 تريليون دولار يا أسرارك وأسرار الأمن القومي الأمريكي بالكامل هتتفضح. والصدمة إن اللي بيهدده طفل عنده 15 سنة. إزاي طفل قدر يوصل لأخطر رجل في العالم وبقى معاه كل أسرار الدولة الأمريكية؟ السلام عليكم، أنا مصطفى عادل ودي قناة تسريب خفي. سنة 2008 في ولاية فيرجينيا الأمريكية كان في طفل عنده 8 سنين. اسم الطفل ده الحقيقي لحد النهاردة هو محل جدل، لكن الاسم اللي هيظهر بعد كام سنة في تقارير ال FBI وال CIA هو ديفولت. الطفل ده من صغره ما كانش عادي، وكان بيقعد عدد ساعات كتيرة جدا قدام الكمبيوتر، مش عشان يلعب ولا يضيع وقت. كان كل شوية يقف عند حاجة ويسأل نفسه ليه أول ما أدوس على الزرار ده الشخصية بتتحرك، وليه لما أضغط هنا الأمر ده بيتنفذ. هو الكمبيوتر عرف منين انا عايز اعمل ايه؟ كل سؤال في دماغه كان بيجيب سؤال اكبر، لحد ما ابوه بدأ ياخد باله. وابوه اصلا كان شغال في مجال البرمجيات، بدأ يعلمه شوية اساسيات بسيطة، يعني ايه كود وازاي يتكلم مع الكمبيوتر. ونظرته للكمبيوتر اتغيرت وبقى يبص له على انه لغز. في نفس الفترة اللي كان بيتعلم فيها الاساسيات دي ظهر لعبة جننت العالم كله، واللعبة دي كان اسمها كاونتر سترايك. اغلب الناس كانت بتفتح اللعبة عشان تلعب، لكن ديفولت كان بيفتح اللعبة عشان يكتب أكواد في وحدة التحكم. كان يفضل يجرب ويغلط ويرجع من الأول مرة واتنين وعشرة، لحد ما فجأة طلع بره الماب وبدأ يعدي من الجدران ويوصل لأماكن محدش يعرف يوصل لها، ويفضل يضرب أصحابه من غير ما يعرفوا هو فين أصلا. والأول مرة يشوف بعينه إن كام سطر برمجي يقدروا يغيروا عالم اللعبة بالكامل. بقى كل ما يقعد قدام الكمبيوتر يفتح أي حاجة تقع قدامه، برنامج أو موقع أو لعبة، ويفضل يدور هي شغالة إزاي. وكل ما يدور أكتر يلاقي إن في ناس شبهه بتسأل نفس الأسئلة، وفي وسط الناس دي كان في اسم بيظهر قدامه في كل مكان. والاسم ده فضل مجنن العالم فترة، وهو أنونيموس. كل شوية عملية اختراق جديدة، أو موقع وقع، أو حسابات اتسرقت، أو شركات صحيت لقت أسرارها مفضوحة بالكامل قدام العالم. ولو عايزين حلقة عن مجموعة الهاكرز دول قولولي في الكومنتات. محدش كان عارف مين الاشخاص الحقيقيه اللي كانوا ورا الاقنعه، ولا بيشتغلوا منين، ولا حتى حد يعرف هما كام واحد. كانوا بيظهروا فجاه ويضربوا هدفهم وبعد كده يختفوا بدون اي اثر. وديفولت بدا يبقى معجب بمجموعه الهاكرز دول، وبدا يراجع العمليات بتاعتهم كانوا بيعملوها ازاي. وواحده واحده الاعجاب ده اتحول لهدف، وبقى حلم حياته ان هو ينضم ليهم. طيب توصل لانونيموس ازاي؟ مفيش مقر او استمارة تقديم، وديفولت بدأ يدور وينزل في أعماق النت. منتديات مقفولة وغرف دردشة مشفرة موجودة داخل الدارك ويب. يدخل يدور، ولما يلاقي حد يكتب له ويستنى إن هو يرد، فيا إما حد ما بيردش، يا إما حد بيرد وبيمثل إن هو منهم، يا إما الباب يتقفل قبل ما يفهم أصلا مين اللي وراه. فقرر إنه بدل ما يدور عليهم هيخليهم ياخدوا بالهم منه. اشتغل على نفسه أكتر ويقرأ ويجرب ويحاول كل نظام يشوف فين نقطة الضعف بتاعه، ولو معرفش يدخل فده كان بالنسبة له تحدي، فيسيبه دلوقتي وشوية ولما مهاراته تتطور يرجع له تاني. الحاجات اللي ديفولت كان بيقدر يعملها في الأول كانت حاجات صغيرة، مواقع بسيطة أو حسابات ضعيفة أو سيرفرات أصحابها فاكرين إن محدش هيبص عليها. عملية ورا عملية قعد يجمع خبرات لحد ما اسمه بدأ يظهر ويلمع جوه غرف الدردشة اللي الهاكرز كانوا بيتجمعوا فيها بأسماء مستعارة. ووسط الأسماء دي كان في هاكر ديفولت بدأ يتعامل معاه، وكان من تيم اسمه بويزون. وبعدها دخل مجموعة تانية اسمها أنون جوست، كان وسطهم ناس قوية فعلا، وديفولت اتعلم منهم. واللي حصل مع الوقت واللي ديفولت بدأ ياخد باله منه إن قادة المجموعة بدأوا يدعموا منظمة داعش، فديفولت قرر إنه هيبعد عنهم. وفي مرة بعد ما خلص اختراق صغير فتح حسابه ولقى رسالة من شخص عمره ما كان يعرفه قبل كده، والرسالة كان فيها اسم مجموعة ديفولت
ديفولت شافها أكتر من مرة، وتحت اسم المجموعة كان في دعوة انضمام ليهم، والمجموعة دي اسمها أنونسيك. وأنونسيك ما كانوش تبع أنونيموس برغم إن الناس كانت بتخلط بينهم، وأصلا أعضاء مجموعة أنونسيك ما كانوش طايقين إن عملياتهم تتحسب لمنظمة أنونيموس. والمجموعة دي كان عندها أهداف وعمليات كاملة، ومن أوائل العمليات بتاعتهم دي أوبريشن ديترويت. في الوقت ده كان في غضب وفساد كبير جدا بيحصل في منظمة المية في مدينة ديترويت، فأعضاء أنونسيك دخلوا غرفة الدردشة وحددوا هدفهم: موقع دفع فواتير المية. كل واحد منهم قعد قدام الجهاز بتاعه وبدأوا الهجوم لحد ما الموقع وقع والناس ما بقتش عارفة تدفع الفواتير. فضلوا معطلين الموقع لأكتر من شهرين، والجهات المسؤولة بدأت تعلن عن المشكلة واتفتح تحقيق، وفي الآخر واحد من أعضاء المجموعة اتقبض عليه. ودي كانت المجموعة اللي ديفولت لقى نفسه وسطها، ناس قاعدين في بلاد مختلفة ومحدش يعرف اسم التاني الحقيقي، لكن قدروا يوقفوا خدمات في مدينة كاملة. ديفولت أول ما دخل بينهم بدأ يشوف حاجات عمره ما شافها قبل كده، والمجموعة كان عندها مخازن كاملة للبيانات المسروقة وقوائم بكلمات المرور اللي قدروا يفكوها، وأماكن مخصوصة متخزن فيها أدوات الاختراق وطريقة الاستخدام بتاعها. ديفولت كان يخش يبص ويجرب ويسأل، وبعدها يقعد بالساعات يجرب لوحده، وشوية بشوية ديفولت بدأ يترقى في وسطيهم وبقى هو يعلم الناس والناس بتسأله، ورسميا بقى واحد من اللي مسؤولين عن المجموعة. أنونسيك كانوا بينفذوا الهجمات بتاعتهم من غير ما الإنترنت يبقى طالع من الأجهزة بتاعتهم، وكانوا بانيين بوت نت. واللي معرفش البوت نت هو عبارة عن قائمة كاملة بأجهزة مخترقة، وأصحاب الأجهزة دي بيستخدموها عادي، لكن الأجهزة دي أصلا تحت سيطرة أنونسيك، ويقدروا يبعتوا للأجهزة دي أوامر من غير ما صاحب الجهاز يشوف أي حاجة. وكانوا بيستخدموا الأجهزة دي في الهجوم عشان يضغطوا على أي موقع ويقع. واللي يميز ديفولت إنه مش بس كان بيستخدم الأجهزة المخترقة دي في الهجوم، هو كمان كان مأمن نفسه بطرق ذكية جدا. اشترى طبق واي فاي ضخم كان شكله قريب من أطباق الأقمار الصناعية، ويقدر يلقط شبكة من مسافة توصل لحد كيلو، ووجه الطبق ناحية مطعم بعيد عنه، وكان بيلقط شبكة من المطعم ده ويستخدم الإنترنت ببلاش. وطبعا دي طبقة حماية تانية عشان لو حد حاول يوصل له هيلاقي نفسه في الآخر واقف قدام المطعم. حتى اللابتوبات شال منها كروت الواي فاي الداخلية عشان ما تلقطش واي فاي بشكل اوتوماتيك، ولازم هو اللي يركب وسيلة الاتصال بإيده وكمان يتصل بالإنترنت. انما الهاردات معاه بقى كان ليها نظام تاني. ديفولت كان مشفر الجهاز بتاعه بطريقة معقدة جدا، لدرجة ان التشفير ده عشان يتفك كان ممكن يقعد من 30 ل 40 دقيقة مستني الجهاز بتاعه يفتح لحد ما الهاردات تفك التشفير. وديفولت كان بيعدن كمان في البيتكوين اول ما ظهر في 2011، ومعظم الناس في الوقت ده ما كانتش فاهمة العملة دي عبارة عن ايه. ومع السنين ديفولت بقى معاه حوالي 1000 بيتكوين، ومحفظة العملات دي ما كانتش على جهازه الرئيسي، هو كان حاططها على هارد وراميها فوق الدولاب. تخيل ان هو كان رامي مبلغ بقيمة النهاردة يعدي 60 مليون دولار فوق الدولاب. والطفل اللي بنتكلم عنه حرفيا اتحول لمعجزة، بقى عنده الادوات والشبكة والقدرة والفلوس والمهارة، ومع كل عملية خبرة ديفولت كانت بتكبر، ومعاها كمان الفضول كان بياخده لأماكن أخطر، لحد ما في مرة وهو بيدور وبيدعبس في الإنترنت وقع تحت إيده سيرفر مهم، والسيرفر ده كان تابع لكلية الطب في جامعة ويندسور في كندا. قعد يتنقل بين الملفات لحد ما وصل لنظام الموارد المالية بتاع الجامعة، ولقى قدامه الأقساط اللي مطلوب من الطلاب إن هم يدفعوها، وحرفيا شاف مبالغ تعدي 700 و 800 ألف دولار. يعني الطلاب دول هيفضلوا يشتغلوا لحد ما يموتوا عشان يسددوا بس الأقساط دي. وتحس هنا إن ديفولت بدأ يتعاطف مع الناس دي ويفكر فيهم، وبعدها أخد قرار جميل جدا، نزل مسح كل السجلات المالية بتاعة الجامعة، وقيمة السجلات اللي هو مسحها دي بحوالي 9 مليون دولار. وطبعا ديفولت مش بالسذاجة دي، لأنه عارف إن هو مش بمجرد ما يمسحهم فالملفات دي هتختفي، ممكن عادي أي موظف يطلعها من الجهاز أو من النسخة الاحتياطية. عشان كده عطل النظام وخلى الوصول للمعلومات دي شبه مستحيلة. ديفولت عمل حركة جدعنة مع الطلاب وخلاهم يسددوا الديون من غير ما يدفعوا ولا دولار. وتمر كام سنة
ديفولت يكبر لحد ما نوصل لسنة 2014. وفي السنة دي الدنمارك شرعت البوهيمية، واللي ما يعرفش يعني ايه بوهيمية ان هي بقت تسمح ان الانسان يتجوز حيوان والعياذ بالله، حاجة كده منتهى القرف. الخبر ده وقتها اثار غضب ناس كتير وكمان جمعية حقوق الحيوان، ومع كل موجات الغضب دي الحكومة الدنماركية ما غيرتش موقفها ولا القرار اللي خدته. ومن بين الناس اللي غضبوا من القرار كان ديفولت، لانه كان بيحب الحيوانات وكان مربي كلب في بيته، وفكرة ان القانون ده يبقى عادي بالنسبة له مش مقبولة. وربنا ما يوريك زعل ديفولت واللي عمله فيهم. دخل غرفة الدردشة بتاعت أنون سيك وقعد هو والشباب، وفي الآخر طلعوا بقرار. اتفقوا على عملية تستهدف الحكومة الدنماركية، والعملية دي ان هم كانوا بيخترقوا المواقع الرسمية بتاعت الحكومة وبيهاجموا الحكومة من خلالها. فيجي حد مثلا عايز يدفع فاتورة أو ضرايب يلاقي الموقع طالع قدامه ان حكومته بتتشتم وبتتهزق، ويظهر رسالة قدام كل زائر بتهاجم تشريع البوهيمية. وده ما كانش كفاية، والمجموعة فضلت مكملة واخترقوا مواقع خاصة بالحيوانات ونشروا وثائق وصور عن حالات الحيوانات فيها بتتعرض للعنف. والموضوع خرج بره الدنمارك، والصحافة حوالين العالم بدأت تتكلم لحد ما الحكومة قررت انها تعيد النظر في القرار. وفي ابريل سنة 2015 صدر قرار بمنع البوهيمية في الدنمارك تماما. انا عايزك بس تفهم نقطة، ان ديفولت وقتها ما كانش كمل 16 سنة، وبذكائه مع مجموعة من الهاكرز قدروا يغيروا قرار دولة بالكامل. وبعد عملية الدنمارك ايام ديفولت بقت مقسومة بين حاجتين: يتعلم ثغرات جديدة ويجرب اللي اتعلمه على اهداف حقيقية. لكن منتصف سنة 2013 ظهرت حاجة كده، بدأت رؤية ديفولت تتغير للأمور. موظف سابق في وكالة الأمن القومية الأمريكية اسمه إدوارد سنودن، والراجل ده اللي يعرفه في 2013 كان عامل ضجة ما يعلم بها إلا ربنا. الراجل ده هرب من البلد وكان معاه وثائق في غاية السرية، وسنودن كان شغال على أنظمة المراقبة الأمريكية وده كان شغله. ومن خلال شغله اكتشف إن الأنظمة دي مش بتستهدف مجرمين وبس، دي كانت قادرة تجمع مكالمات ورسائل ومحادثات لأشخاص طبيعيين زي وزيك. سنودن ساب شغله وراح لهونج كونج، وهناك قابل مجموعة صحفيين سلمهم المستندات اللي كانت معاه. وبعد نشرها العالم كله عرف ان الدولة الامريكية عاملة انظمة مراقبة اكبر من اي حاجة. وديفولت كان شايف ان الحكومة الامريكية ادت نفسها حق انها تراقب اي شخص من غير ما الشخص يبقى عارف، وده بالنسبة له كان اعلان للحرب. لكن أنون سيك ما كانتش كفاية للي ديفولت كان بيفكر فيه، كان محتاج شخص يقدر يدخل لأعلى مستوى جوه الحكومة الأمريكية. وهنا القصة تحلو ويظهر واحد اسمه كراكا، هاكر بريطاني، ووقتها كان عنده 15 سنة. وما يغركش سنه لأنه كان قائد منظمة اسمها كراكا ويز اتيتيود. ديفولت كان عنده الشبكة والأدوات، وكراكا كان عنده موهبة غريبة في خداع أي شخص. وأول ما الاتنين بدأوا يتعرفوا على بعض ويقربوا لبعض أكتر، الاتنين اكتشفوا إن هم عندهم غضب كبير جدا من الحكومة الأمريكية. قعدوا يفكروا إزاي ينفسوا عن الغضب بتاعهم ده، ووصلوا في الآخر إن هم محتاجين يوصلوا المعلومات في الحكومة الأمريكية تخلي الحكومة مكشوفة قدام العالم. فقعدوا يدوروا على الشخص اللي لو قدروا يوصلوا لحسابه هيوصلوا لكل المعلومات السرية اللي في أمريكا. وطبعا هو مفيش غيره مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينن. كراكا جمع معلومات عنه، بريده الشخصي وشركة الاتصالات بتاعته، وبعدها اتصل بخدمة العملاء وادعى انه موظف من الشركة. وباستخدام المعلومات اللي جمعها قدر يقنع الموظف انه هو عنده الصلاحية. الموظف صدقه وسلمه رقم الحساب وبيانات التحقق. وطبعا الاب الروحي بتاع الهندسة الاجتماعية هو كيفن ميتنيك، انا عامل عنه حلقة ابقى خش شوفها بعد دي. كراكا خد المعلومات وغير كلمة المرور بتاعت الحساب، وفي لحظة بقى جوه حساب مدير CIA. ولما دخل البريد الإلكتروني لقى أرقام وعناوين وأسماء لناس مسؤولة تقيلة جدا، ومستندات مرتبطة بعمليات عسكرية تبع العراق وأفغانستان. كراكا خد نسخة من المعلومات الحساسة دي وبدأ ينشر منها أجزاء على الإنترنت. وطبعا كراكا وديفولت ما يكتفوش، والكلام من هنا بدأ يحلو. اتصلوا ببرينن نفسه، وأول ما رد قعدوا يشتموه ويتريقوا عليه. فتخيل إن أنت مدير CIA والمفروض إن أنت أخطر رجل في أمريكا، واحد بيتصل بيك وبيهزقك وبيشتمك، فطبيعي جدا هتتجنن وما انتش عارف مين ده. بس اللي مسمر برينن مكانه ان بدأ يقولوا له معلومات شخصية وحساسة جدا مش اي حد يقدر يعرفها ولا يوصل لها. والكلام ده لما سمعه عرف ان المكالمة دي ما فيهاش هزار. وبرينن سألهم طب انتوا عايزين
عارفين ايه؟ قالوا له 5 تريليون دولار، وقعدوا يضحكوا ويستهزئوا بيه وقفلوا السكة في وشه. وبعد الاستهزاء ده بدأت المطالب الحقيقية تتقال. كانوا عايزين الحكومة الأمريكية توقف تجسس على المواطنين، وكمان يوقفوا الضرب اللي كان شغال في فلسطين. وطبعا دي ما كانتش المكالمة الأخيرة، وبدأ برينن يستقبل مكالمات تانية، وأفراد من عيلته دخلوا هم كمان في دايرة المضايقات. مرة مكالمة ومرة رسالة ومرة معلومات شخصية تتنشر على الإنترنت. ورسالة ديفولت وكراكا بقت واضحة: لو انتوا عندكم المقدرة ان انتوا تراقبونا، احنا كمان هنعرف نوصل لكم ونراقبكم. وده معناه ان برينن ما كانش الوحيد، ده كان مجرد مسح زور بالنسبة لهم. بدأوا يستهدفوا جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، وقدروا يدخلوا له عن طريق حساب تابع ليه في شركة الاتصالات. وبعدها اعترضوا المكالمات، والمكالمات بدل ما توصل لجيمس بقت توصل لبيت تاني. يعني أي شخص يحاول يوصل لمدير الاستخبارات المكالمة ما توصلوش أصلا، وتتحول على تليفون تاني في مكان تاني خالص. وبعد كلابر خد عندك بقى وصلوا لجي جونسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي. لكن القصة معاه هنا كانت مختلفة شوية، لأن هم قدروا يوصلوا للأنظمة الداخلية بتاعة البيت. وكان قاعد في مرة بيتفرج على التلفزيون في أمان الله، ظهر له رسالة I own you، يعني أنا مسيطر عليك. وكل هدف كان بيفتح لهم باب أكبر لحد ما وصلوا لمارك جوليانو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. من خلال المعلومات اللي جمعوها قدروا يدخلوا على أنظمة حكومية، ومن أهمها نظام تابع لوزارة العدل الأمريكية. والنظام كان بيحتوي على بيانات موظفين، أسماء وظائف وأرقام تليفونات وعناوين بريد إلكترونية. وفي فبراير سنة 2016 ظهر على الإنترنت ملف ضخم. جوه الملف بيانات لحوالي 20,000 موظف في ال FBI، وبعدها انتشر بيانات ل 9,000 موظف شغالين في الأمن الداخلي. وفي شهور قليلة مجموعة صغيرة من الشباب الهاكرز قدروا يستهدفوا مدير CIA ومدير الاستخبارات الوطنية ووزير الأمن الداخلي ونائب مدير ال FBI. والشباب دول عملوا كل ده من غير مقر سري ولا أجهزة متطورة. كراكا كان بينفذ العمليات بتاعته وهو قاعد في بريطانيا، وديفولت وهو قاعد في أمريكا. وبعد ما نشروا البيانات عرفوا إن التحقيقات هتبتدي تتحرك وراهم، وإن كل عملية عملوها ممكن تقرب السلطات من هويتهم. كراكا قرر يبعد عن أمريكا وسافر لروسيا، وكان شايف إن وجوده هناك هيصعب وصول السلطات ليه بسبب المشاحنات اللي موجودة دايما بين أمريكا وروسيا. أما ديفولت فضل مكانه ومكمل كأن مفيش أي حاجة حصلت. وفي ليلة ديفولت كان قاعد فاتح لايف مع صاحبه وبيلعب اكس بوكس وبيحكي معاه عادي. لكن في القعدة دي ديفولت كان متقل حبة، وكان شارب وسكران، وقال كلام ما ينفعش يقوله. بدأ يتكلم عن الهجمات اللي عملها هو وكراكا، وإن هم اللي كانوا ورا العمليات اللي حصلت لل FBI وال CIA، وكل البيانات اللي انتشرت على الإنترنت كانوا هم اللي وراها. فصاحبه صدق الكلام وبلغ السلطات عنه. وبعد أيام المحققين وصلوا المكان ديفولت وقبضوا عليه. وفي يوم 8 سبتمبر سنة 2016 ديفولت يتقبض عليه وهو عنده 24 سنة. كل الأجهزة اتصدرت والبيانات اللي عليها وبقت أدلة في القضية. وفي يناير سنة 2017 ديفولت أقر بالذنب واعترف إنه كان جزء من المنظمة، إنه نشر معلومات سرية واستهدف الحكومة الأمريكية، واتحكم عليه ب5 سنين سجن و145 ألف دولار تعويضات عن الأضرار. وده كان تسريب خفي. ما تنسوش تعملوا لايك على الحلقة وتكتبوا في كومنت ايه اكتر جزء عجبكم وعايزين الحلقة الجاية بتتكلم عن ايه. واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان اللي جاي اخطر بكتير. سلام.